أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون الساكنة والتنوين 4 أحكام: الإظهار، الإدغام، الإقلاب، الإخفاء. والآن سنتكلم عن الإظهار. الإظهار من أحكام النون الساكنة والتنوين، ويكون إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من الحروف الآتية: الهمزة، الهاء، العين، الحاء، الغين، الخاء، وتسمى بحروف الإظهار. أي أننا ينبغي عند نطق النون الساكنة أو التنوين أن نبينها ونوضحها دون إخفاء أو غنة إذا جاء بعدها حرف من تلك الحروف. استمع معي للأمثلة الآتية: أنعمت، من آمن، عليما خبيرا. نلاحظ أن كلمة أنعمت جاءت النون الساكنة بعدها عين، وهي من حروف الإظهار، ولذلك علينا أن نقرأ النون دون إخفاء أو غنة، فنقول أنعمت ولا نقول أنعمت. ونلاحظ أن الإظهار مع النون الساكنة يأتي في كلمة واحدة كما في أنعمت، ويأتي أيضا في كلمتين كما في قوله تعالى من آمن. أما التنوين فلا يكون إلا في كلمتين كما في قوله تعالى عليما خبيرا. وحروف الإظهار تخرج من الحلق، ولذلك سمي بالإظهار الحلقي. والآن هيا نتعلم كيفية إظهار النون الساكنة أو التنوين مع حروف الإظهار المختلفة. لكي نؤدي هذا الحكم بطريقة صحيحة فلا بد أن يكون طرف اللسان ملتصقا باللثة العلوية لمدة حركة واحدة. لاحظ الشكل التوضيحي أثناء نطق الأمثلة الآتية: من آمن، إن هو إلا عبد، فريقا هدى، الأنعام، من عمل، من غل، تنحتون، يومئذ خاشعة. نلاحظ في الأمثلة التي سمعناها أننا أظهرنا النون الساكنة والتنوين، حيث ظل طرف اللسان ملامسا للثة العليا مدة يسيرة بمقدار الحركة تقريبا. ومن الخطأ أن يظل اللسان ملتصقا أكثر من هذه الفترة، لأن الغنة ستحدث عندئذ في النون الساكنة أو التنوين، فلا نقول من آمن، إن هو إلا عبد، فريقا هدى، الأنعام، من عمل، من غل، تنحتون، يومئذ خاشعة. ويقع الخطأ أيضا في نطق الإظهار بأن يكون اللسان مبتعدا عن سقف الحنك، بحيث تكون النون في حالة إخفاء، هكذا: من آمن، إن هو إلا عبد، فريقا هدى، الأنعام، من عمل، من غل، تنحتون. التعريف: الإظهار لغة الوضوح والبيان، واصطلاحا معناه نطق النون الساكنة أو التنوين نطقا واضحا ظاهرا دون غنة أو إخفاء.